السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين ملاح وبصحه وعافيه. اليوم جبت لكم لا فيديو تاع القارص كيما راكم تشوفوا. فيسك القارص الله ما راهوش غالي بزاف وقته، والوغ نستغلو نخبو شويه الهمطان. دونك هنايا لا بروميير ميثود اللي نديروها هي اللي نغسلو القارص تاعنا بالخل والبيكربونات والملح ونحكوه تخي بيان ونشلوه كيما راكم تشوفوا. بالطبع راهو يشعل ونشفوه. ودونك نروحوا لا دوزيام ميثود اللي هي لو زيست. انا لو زيست يا البنات ما نحيش واسمها ما نسكرفجوش باسكو تسكرفجي كاع هاد الكونتيتي تخسري وقتك وتخسري صحتك. دونك هاد لاستيس تاعي انا ما تجي حتى وحده في اليوتيوب تقول لكم هاد لاستيس تاعي باسكو ما شفتهاش من قبل، رايحين تشوفوها عندي موالفه نديرها هكا من بكري. تحكموا الموس تاع البطاطا تقشروا غير هذيك القشره الصفراء اللي جايه فوق القارص، ومن بعد ترحيوها في الرحيوه وديروها في لي ساشي في الكونجيلاتور. انا ما نسكرفجوش نديروها هاد الطريقه. ومن بعد نروحوا نعصروا القارص تاعنا. الا ما عندكمش هاد العصاره تقدروا ترحوه وتصفيوه. كي تصفيوه تحطوه في القرع تاع سعيده صغار وتحطوا كلش في الكونجيلاتور تاعكم. ومن بعد كي تجبدوه اون ديغي عصرتوه تمتم. فوالا دونك هادوك القشور اللي بقاو لنا راني رايحه ندير لكم ان شاء الله فيديو. انا ما نرمي والو في القارص، الوغ راكم رايحين تستفادوا معايا. هادوك القشور ندير لكم بهم معجون التباسه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو وفدكم، والسلام عليكم ورحمه الله.